السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعين الكرام، ورجعت لكم فيديو جديد النهاردة يا جماعة. فيديو بكل بساطة. ناس كتيرة كانت بتتكلم في الموضوع ده، بس للأسف على صفحات الإنترنت بيتوهوا شوية إن أنا عايز أعمل نسخة على فلاشة. طبعا الفترة الأخيرة ناس كتيرة كانت بتشتكي من موضوع الدي في دي بيبوظ بسرعة السي دي، لدرجة إن في ناس كتيرة ما بقتش أساسا تهتم بموضوع السي دي أو الدي في دي. وعندي كمبيوتر مركون بقاله فترة، وعندي كمبيوتر مش عارف اجيب سي دي او دي في دي. تمام، الكمبيوتر بتاعي السي دي او الدي في دي اللي فيه بايظ. اعمل ايه؟ هجيب فلاشه يا جماعه، وتكون فلاشه 8 جيجا. يبقى هنجيب فلاشه ايه؟ تكون فلاشه 8 جيجا. تمام، نفرمطها نتاكد ان الفلاشه معلاش حاجه خصوصيه او حاجه ايه مهمه بالنسبه لنا، لان اي حاجه اثناء العمليه ايه هتطير. هنحط الفلاشه. ماشي، اول حاجه يا جماعه قبل ما نحط الفلاشه هننزل برنامج اسمه معانا باور ايزو اهو. تمام، هندوس كده يا جماعه في السيرش بتاع جوجل اهو، باور ايزو. تمام، ماشي، هيفتح لنا الصفحه كده. اختار اللي حسب عندي انا النظام بتاع الويندوز ايه، 32 بت ولا 64 بت. تمام، ودي سهله ان انت تعرفها. تجيب كليك يمين خصائص على ماي كمبيوتر، هيقول لك النظام عندك ايه، وبعد كده اروح دايس عليه من هنا يبدا معانا البرنامج يتحمل. اسطب البرنامج بكل بساطه، نيكست 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 فينش. بعد كده اروح مسطب الباور ايزو، اروح فاتحه من هنا اهو. اختار من هنا بعد ما احط الفلاش يا جماعه، اختار من هنا الباور ايزو فتح معانا. هيجي يقول لك ترايل، يعني اشتغل مع البرنامج ترايل ولا احط المفتاح. اشتغل ترايل اللي احنا مش هنحتاجه غير بس في العمليه دي. اروح جايبين تولز. تمام، هنختار من هنا يو اس بي تولز. بعد كده هنقول كرييت بوتيبل يو اس بي درايف. تمام، هيجيب لنا يا جماعه الشاشه دي. تمام كده، اروح على الايمج فايل دي، اختار من هنا المكان اللي فيه نسخة الويندوز عندي. ويا ريت تبقى عندك نسخة ويندوز نضيفة، مش أي نسخة ويندوز، تكون نسخة خالية من الفيروسات ونسخة تكون محترمة أصلية يعني. تمام، أختارها من هنا. بعد ما أختارها من هنا، طبعا هو قاري معانا فلاشة سوني. وفلاشة سوني يا جماعة من أنظف الفلاشات اللي تم نزولها للسوق المصري. يعني اللي يعرف يجيب فلاشة سوني ده يبقى مضيع عياله زي ما بيقولوا. للأسف ما بقتش موجودة فلاشة نضيفة جدا ومعمرة تقعد معاك بالعشر سنين، ده لو لقيتها. تمام، هتلاقي قاري الفلاشه. بعد كده شايف قاري معاك البايوس ام بي ار فات 32 المورسين، الكلام ده كله مش هتلعب فيه. انت كل اللي انت تعمله انت تختار من هنا ايه، تختار من هنا نسخة الويندوز. وبعد كده هتدوس من هنا ايه ستارت. هتلاقيه بدأ ان هو يعد هنا شوية حاجات، ويبدأ ان هو يعمل لك نسخة على الفلاشة، وتكون قابلة ان انت تعمل بوت اب منها وتسطب النسخة، مفيش اي مشاكل. وفي الاخر انا ابعت لكم على في التعليقات الصورة. لازم يجيب لك رسالة اوكي، وهتلاقيه بيعد من فوق هنا. يوصل معاك عد من 1% لحد 100%. يبدأ يعد في الآخر يجيب لك رسالة أوكي. لو عد معاك خطأ يبقى أنت عملت حاجة خطأ. اكتب لي في التعليقات وأنا أقول لك على أي حاجة. نسألكم يا جماعة، يا ريت يا جماعة الشير واللايك عشان الفيديوهات توصل لأوسع نطاق. ونسألكم الدعاء. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.